كلنا نعرف ناس في حياتنا بيصحوا من النوم عندهم طقوس معينة. يصحى يشرب كوباية شاي بلبن، ياكل فاكهة، يشرب سيجارة. لكن حد بيصحى كل يوم من النوم ياخد جرعة سم جديدة دي. تحياتي، يا رب يومكم يبقى جميل. قالوا عليه دجال، وقالوا عليه ساحر، وقالوا عليه رجل مقدس، وتكاثرت الأقاويل. جريجوري يافيموفيتش، أو المعروف باسم راسبوتين، واحد من أكتر الشخصيات غموضا في التاريخ. حكايته بتبدأ في قرية صغيرة في مدينة سيبيريا في روسيا. اتولد راسبوتين سنة 1869 وعاش طفولته مع أبوه وأمه وأخته فيفدوسية وأخوه ميخائيل. دي كانت أسرة بسيطة جدا بتشتغل في الزراعة وفي الصيد النهري. راسبوتين وهو في عمر 12 سنة بيتهم بيتحرق وأمه بتموت في الحريقة، وبعدها بسنتين كان بيلعب مع أخوه عند النهر، فنزلوا يعوموا في النهر، فالنهر سحبهم بعيد. زعقوا واستنجدوا بالناس وطلبوا مساعدة، ولما الناس شافوهم وطلعوهم كانوا لحقوا راسبوتين، بس للأسف أخوه ميخائيل كان مات. راسبوتين خرج من الحادثة دي في كامل صحته رغم إن أخوه الصغير مات، ومن اللحظة دي اعتبر راسبوتين رمز للنحس في المدينة كلها، وعلى رأس المدينة أبوه أكتر شخص بيعتبره نحس، وشايف إن هو السبب في كل المصايب اللي حصلت، حريق البيت وموت أمه ووفاة أخوه. لكن راسبوتين ادعى إنه هو جوه النهر جات له نبوءة واختصته بقدرات خاصة خارقة للطبيعة. يعني من اللحظة دي راسبوتين بيقول إنه بقى صاحب كرامات. لكن طبعا كل الكلام ده بالنسبه لابو راسبوتين كان مش اكتر من مجرد تخريف، فقرر ابوه انه يوديه الدير علشان يتعلم اصول الدين ويقرب من ربنا اكتر، يمكن النحس اللي فيه ده يفك ويبطل الخرافات اللي بيقولها دي. راسبوتين ما استحملش حياه الدير لمده طويله، وكان شايف نفسه انه هيكون حاجه اهم بكتير من انه يكون مجرد راهب. خرج راسبوتين من الدير وهو في مرحله المراهقه وبدايه الشباب. الكبت اللي عاشه راسبوتين في تجربته في الدير خلاه أول ما خرج من الدير انجرف بشكل كبير جدا لحياة الليل والسكر والعاهرات، وعمل علاقات جنسية مع بنات وستات كتير جدا في بلده، لدرجة إن هو لقب بالسكير وآلة الجنس أو إله الجنس. في نفس الوقت اللي كان راسبوتين نفسه بيدعي إنه بيسمع صوت من السماء، الصوت ده بيوجهه في تصرفاته وبيعلمه علوم وأسرار محدش في الدنيا كلها يعرفها غيره، حاجة في منتهى التناقض الحقيقة. ومن هنا بتبدأ مرحلة جديدة في حياة راسبوتين، بيتحول فيها لمسافر جوال في جميع أنحاء روسيا، وخرج بره روسيا في رحلات وصلت لحد جبال أفوس في اليونان، ووصف رحلاته دي إنها رحلات دينية. الرحلات دي ساعدت راسبوتين في إنه يكون نفوذ كبير وأنصار كتير. انضم راسبوتين خلال رحلة من رحلاته لطائفة اسمها خالستي. الطائفة دي كانت مشهورة بالتصرفات الغريبة والطقوس الغريبة، زي إنهم بيعملوا مثلا حفلات جنس جماعي حوالين النار، وبيشربوا كميات كبيرة من الخمور، وبيرقصوا في وسط كل ده بأشكال رقص غريبة جدا. كان بيقال وقتها إن أسلوب الرقص اللي هم بيرقصوه ده واحد من طقوس التقرب للشيطان، إبليس شخصيا. في الوقت ده روسيا كان مشهور عنها ممارسة الدجل والشعوذة واستخدام السحر، وإيمانهم الشديد جدا بالعرافين والمنجمين. بعد ما قدر راسبوتين إنه يكون عدد كبير جدا من التابعين لأفكاره وخرافاته، رجع راسبوتين لسان بطرسبورغ عام 1903 بمساعدة مجموعة من كبار رجال الدين اللي قدر يأثر عليهم بادعاءاته الروحية خلال رحلاته. وعن طريق علاقاته الجديدة قدر راسبوتين يوصل للكنيسة الأرثوذكسية ويقدم نفسه فيها على إنه شاف السيدة العذراء مريم نفسها، وإنها باركته بنفسها، وإنه كمان عنده شواهد على ده، وإنه كمان بيسمع أصوات وبتجيله بعض الرؤى تعرفه إزاي يقدر يعالج أي مريض من أي مرض. كان ناقص يدعي إنه المسيح سيدنا عيسى ذات نفسه عليه السلام. ابتدى راسبوتين وضعه الاجتماعي يتحسن ويحقق شهرة ويحقق علاقات كبيرة لحد ما وصل لقصر الإمبراطور نيكولا الثاني ومراته الإمبراطورة ألكسندرا، وابنهم ولي العهد ووريث العرش الإمبراطوري ألكسندر، اللي كان بيعاني من مرض وراثي اسمه الهيموفيليا، وهو عبارة عن نوبات من النزيف الداخلي والخارجي بتتسبب في شلل لحركة الأعضاء. الأطباء بقالهم كتير جدا بيحاولوا مع ولي العهد، لكن كل محاولاتهم للعلاج فشلت لحد ما ظهر راسبوتين وبيدعي انه عنده القدرة على علاج ولي العهد. فبالفعل تم استدعائه، وابتدى راسبوتين يمارس بعض طقوسه على الولد فعلا حالته بتتحسن واعراضه بتقل بالتدريج على مرأى ومسمع من الامبراطور والامبراطورة. تاني يوم الولد صحي نشيط وطبيعي، والنزيف تقريبا وقف بالكامل، يعني تقريبا كل اعراض المرض اختفت. من اللحظة دي اصبح راسبوتين مستشار القصر الامبراطوري والشخص الاقرب على الاطلاق للامبراطورة ألكسندرا. طبعا السؤال هنا دلوقتي، ازاي اذا كان راسبوتين راجل فعلا دجال ومشعوذ قدر يعالج الطفل ده؟ في هنا تحليلين للموضوع ده. اولا انه استخدم الايحاء النفسي او التاهيل النفسي، ان هو اهل الولد فعلا ان الشخص اللي قدامه ده قادر على علاجه، مع العلاج اللي يقدر يساعده، مع استخدام بعض الطقوس والايحاءات اللي اهلت الولد نفسيا انه فعلا الشخص ده ممكن يعالجه. التاهيل النفسي ده نوع من انواع العلاج النفسي اللي في الوقت ده ما كانش منتشر
ولا كان العلم ده ناس كتير يعرفوا عنه حاجه، فممكن يكون راسبوتين كان على علم بالعلم ده مسبقا. دي الروايه الاولى. التحليل الثاني بيقول انه استخدم التنويم المغناطيسي، والتحليل العلمي للموضوع ده انه التنويم المغناطيسي لما بيحصل لشخص اعصاب جسمه كلها بترتخي، وبالتالي الدورة الدموية ما بتشتغلش بنفس الكفاءة اللي بتشتغل بيها والبني آدم ده صاحي. فنتيجة منطقية لاسترخاء الأعصاب والقلة قوة الدورة الدموية قل النزيف. ده شرح كده بالبلدي زي ما أنا فاهمه. ده التحليل التاني. الله أعلم أنهي فيهم التحليل اللي صح، ووارد جدا إن الاتنين ما يكونوش صح، الحقيقة عند ربنا. الوضع الجديد لراسبوتين وعلاقته بالقصر الإمبراطوري، وتحديدا علاقته القوية بالملكة ألكسندرا، اداله صلاحيات جديدة، وأصبح ليه رأي قوي ومؤثر في الشؤون الداخلية والخارجية للإمبراطورية كلها، اللي كانت بالمناسبة إمبراطورية كبيرة جدا. كان مثلا من ضمن صلاحياته إنه يقدر يعزل وزير من منصبه أو إنه يعين وزير في منصب. الوضع ده بقى وصل لذروته تحديدا أثناء الحرب العالمية الأولى، وده طبعا أثار غضب النخبة والأرستقراطيين وكبار رجال الدولة، لأنه راسبوتين كده أصبح خطر على نفوذهم ومكانتهم في الإمبراطورية، فابتدوا يتهموه بالشعوذة والدجل ويتهموه بالاتصال المباشر بالشيطان. والحقيقة ان النفوذ الكبير اللي وصل له راسبوتين خلاه تعرض لمحاولات كتير جدا للاغتيال، ولان استخدام السم في عمليات القتل والاغتيالات كان شائع جدا في الفترة دي، ولانه انسان ما بيثقش في اي شخص في الدنيا، قرر راسبوتين انه ياخد جرعات سم صغيرة بشكل يومي عشان لما يتسمم فعلا يكون جسمه كون مناعة ضد السم. كلنا نعرف ناس في حياتنا بيصحوا من النوم عندهم طقوس معينة، يصحى يشرب كوباية شاي بلبن، ياكل فاكهة، يشرب سيجارة، لكن حد بيصحى كل يوم من النوم ياخد جرعة سم جديدة دي. وفعلا اللي توقعه راسبوتين حصل سنة 1916. مجموعة من النبلاء الروس بقيادة الأمير فيليكس عزموا راسبوتين على العشاء، وطبعا الأكل اللي اتقدم له كان فيه سم، ولأنه كان عارف طعم السم كويس وتأثير السم ده على جسمه، عرف راسبوتين إن الأكل اللي محطوط له مسموم. لكن بعد ما كان كل منه شوية، الغريب إن السم ما أثرش في راسبوتين، وعدى شوية وقت وهو مش بيجرى له حاجة. كل اللي موجودين مستنيين يحصل له أي رد فعل للسم اللي أخده ده، وراسبوتين ثابت ما بيتأثرش. الناس عمالة تبص لبعض، اللي هو ده خد سم وما ماتش، هو قديس فعلا ولا ايه؟ الناس دي كلها ما تعرفش ان السم كان مزاجه اصلا. وفي الوقت ده وفي نفس اللحظه اللي بيتاكد فيها راسبوتين انه في اللحظه دي بيتعرض فعلا لمحاوله اغتيال بالسم، بيحاول الهروب، لكن احد الارستقراطيين ضربه رصاصه في صدره، وقع وقام وقف تاني وحاول يكمل هروب، لكن المتآمرين النبلاء بينهالوا عليه بوابل من الرصاص لحد ما وقع وقطع النفس، وتأكدوا بالفعل ان راسبوتين فارق الحياة، فلفوا جثته في سجادة ورموه في النهر. وبعد موت راسبوتين بشهور تم إعدام الإمبراطور نيكولا الثاني وزوجته وأسرته في سيبيريا، وانتهى الحكم الإمبراطوري في روسيا تماما. ودي كانت نهاية حدوتة شخصية حدوته من أجن حواديت التاريخ. وزي ما قال الكاتب الروسي المعروف ماكسيم جورجي، راسبوتين هو تجسيد للجهل والخرافات التي كانت تعاني منها روسيا. لو تعرف قرار أو تصرف مجنون وتحب نعمل عنه حلقة، يا ريت تسيب لنا في الكومنتات. ولو عجبتك الحلقة اكتب لنا في كومنت واعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب. تحياتي، يا رب يومكم يبقى لذيذ.